السلام عليكم. واخيرا الحمد لله زوري خف الحمد لله رب العالمين. واول حاجه هنبتدي بيها الكلام عن حسين الشحات. حسين الشحات من اكتر من شهرين ماضي للاهلي هو وكهربا عقد لحد 2026. وطبعا اللي داير في الاعلام اليومين دول اعلام سبوبه، كل واحد بيطلع يقول كلام عشان يزعزع ويشتت استقرار النادي الاهلي، وهو دي شغلانتهم ان هم يطلعوا يتكلموا على الفاضي والمليان. طول عمري بسمع عن الكلام في الفاضي والمليان، ودلوقتي شفته بعيني. اللي هيمشي من الاهلي هو حمدي فتحي بس. حسين الشحات لو نفتكر اول ما جه في 2019 باع فلوس تركي الشيخ، وساب فلوس من العين الاماراتي قبل ما يجي، اتنازل عن 2.5 مليون جنيه علشان يجي النادي الاهلي. مش بعد كل دوت انت كاهلاوي او اي مستمع بيسمع يصدق الكلام الفارغ ده؟ حسين الشحات اهلاوي وقاعد لغايه 2026. كفاياكوا كذب وكفاياكوا نفاق وكفاياكوا ضحك على الناس بحكم انكم عندكم قنوات كبيره او في الاعلام، فكفايه ضحك على الناس وكلام على الاهلي. اتكلموا عن ناديكم، اتكلموا على حاجه تنفعكم، اتكلموا عن النادي بتاعكم. ما سيبك من الاهلي، انسى الاهلي ده خالص. اتكلم عن ناديك. ولا هو عن ناديك عشان ما عندوش انجازات ولا عنده اي حاجه يعملها فمش لاقي حاجه تتكلم بيها غير على الاهلي؟ حسين الشحات قاعد ولا عزاء للشامتين، وكهروبا قاعد وني ني 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 ني. كلم نفسك بقى انت وهو، اقعدوا افتوا واهروا في التلفزيونات وفي القنوات وفي السوشيال ميديا وعيشوا براحتكم. حسين الشحات اهلاوي، هو حمدي فتحي بس اللي هيمشي. وشكرا ليه جدا طبعا لانه لعب برجوله مع الاهلي وما اثرش مع النادي الاهلي. الاهلي هيفضل حديد وانت هتفضلوا كلامنجيه. والله 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 كنتوا وحشني جدا جدا. نهاركم اهلاوي. اهلاوي انا والفخر ليا. السلام عليكم.